السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم من جديد. انتهت نوة الحسوم، وإحنا دلوقتي في نوة الشمس الكبيرة اللي بتبدأ يوم 18 وبتستمر 72 ساعة، واتسمت كده لأن الشمس بتسطع فيها بشكل كبير. والمفروض إنها غير ممطرة، ولكن النهاردة مطرت، وامبارح وأول امبارح بتهب على اسكندرية رياح شرقية في الوقت ده. وبعديها هنيجي لنوة عوة أو نوة برد العجوزة، ودي بتبدأ يوم 24 مارس، واتسمت عوة لأن فيها الرياح شديدة جدا، وبرد العجوزة لأن البرد بيبقى شديد جدا، وبتستمر من 24 مارس ل 30، يعني 6 أيام، وبيصاحبها أمطار وعواصف وانخفاض حاد في درجة الحرارة. وهي بتكون آخر النوات الشتوية الباردة اللي بعدها على طول نوة الخمسين. وزي ما انتم شايفين البحر أمواجه عالية جدا وسرعة الرياح شديدة في الوقت ده. وانا قدام البحر قلت البحر بيشكل جزء كبير من حياتنا، وبالرغم من ان شكله زي ما انتم شايفين يخوف، بس بنحب نقعد قدامه وقت ضيقنا وقت فرحنا، وهو دايما بيسمعنا وصديق لناس كتير مننا. وبما اننا قدام البحر فهنتكلم شوية عن البحر جغرافيا ودينيا، وإن شاء الله تكون معلومات مفيدة. هكلمكم عن بعض البحار في الكرة الأرضية. احنا عندنا حوالي 50 بحر على الكرة الأرضية، ده اللي معلوم، لكن هم ممكن يكونوا أكتر ممكن يكونوا أقل، لأن في بعض الخلجان بيطلقوا عليهم اسم بحار، لكن هي مش بحار. هنقول إنهم 50 بحر، عندنا منهم 2 اللي هما البحر الأبيض والبحر الأحمر. هقول لكم على أكبر البحار من حيث المساحة. البحر الأبيض المتوسط، وهو أكبر بحار العالم مساحة، لأنه بيغطي حوالي 2,965,800 كيلو متر مربع، وعمقه 1429 متر. اللي بيليه البحر الكاريبي، وهو أعمق بحار في العالم، فعمقه 2647 متر، وبيحصل فيه أعاصير كتير جدا. البحر الثالث اللي هو بحر الصين الجنوبي، وبيتميز باحتواء مياهه على رواسب بركانية. وفي بحر بيرينج لو كان النطق صح يعني، وفيه خليج المكسيك، وفي بحر أوخستك، وهو الأبرد في شرق آسيا، أبرد بحر في شرق آسيا، وبحر الصين الشرقي، وخليج هيدسون، وبحر اليابان، وبحر أندمان. وفي كتير جدا غير دول زي البحر الأسود، بحر العرب، الخليج العربي، البحر الأدرياتيكي، بحر قزوين، وغيرهم كتير. وعاملين هنا زي ما انتم شايفين شارة حمراء علشان يأكدوا على الناس ما ينزلوش البحر، لأن في خطر في النزول الوقتي. وطبعا ما ننساش ان البحر ذكر كتير في القرآن، في حوالي 43 مرة، وذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. فوقت تلاقي البحر جند من جنود الله بيمتثل أوامره، وجاء في 6 مواضع من القرآن، حيث استجاب البحر لربه بإنجاء موسى ومن معه وإغراق فرعون. الآية اللي بتقول وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، البقرة الآية 50. والآية الثانية اللي بتقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، دي في سورة يونس الآية 90. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، يعني من طين البحر، فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، إن كان خايف إن ربنا يرحمه من أعماله اللي حصل. والموضع الثالث اللي جه فيه البحر تصوير الحدث عندما وصل بنو إسرائيل إلى البحر لما راحوا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لما خافوا وقالوا إن آل فرعون هيحصلونا يعني، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى الآية اللي بتقول
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الشعراء الآية من 61 ل 63. والموضع الرابع لما ألقى الله سبحانه وتعالى السكينة على موسى وطمأنه لكي لا يخاف من البحر. الآية اللي بتقول: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. سورة طه الآية 77-78. وفي موضع آخر تراه مؤدبا للمشركين بيضطرب ويثور فيلجئهم إلى توحيد الله في الآية اللي بتقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. سورة يونس الآية 22. وحال المشركين إذا عادوا إلى البر ونسوا ما كانوا فيه. وإذا مسكم في الآية اللي بتقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. سورة الإسراء الآية 67. ومن تسخيره لعباده ليأكلوا منه لحما طريا وليبتغوا من فضله. والبحر ربنا حرم ركوبه حال ارتجاجه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة. وربنا جعل في البحر خصائص ومنافع مش موجودة في اليابسة، فماؤه طهور وميتته حلال، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو محل الابتلاء العباد بالسراء والضراء. وكمان ربنا أحل صيد البحر في حال الإحرام عندما حرم صيد البر. وآيات كتير كتير، هم 43 آية ذكر فيها البحر. نرجع تاني لأحوال الجو في النوة ديت. الجو متقلب جدا، يعني كان الصبح الجو مغيم في شتاء خفيف، وبعدين رجع أشمس شوية، وبعدين رجع مطر بس بزيادة، وبعدين رجع دلوقتي مشمس جدا والشمس شديدة ما شاء الله. وهوريكم دلوقتي الجو واحنا ماشيين وشكل الشجر وشكل المكان وتغيرات الجو ديت. ده في الوقت اللي احنا ماشيين فيه بيتغير من ممطر لمشمس لمغيم لصافي، كل ده في وقت بسيط. يعني بنريح شوية وبرجع أكمل التصوير. شايفين شكل الجو عامل ازاي؟ صافي جدا والشمس طالعة، مفيش يعني بتلاقيها مفيش حاجة بسيطة جدا وتلاقيها غيمت والشمس راحت وفي مطر. هو ده حال النوة ديت، ان فيه اضطرابات في الجو، يعني فيه بننتقل من حالة لحالة بسرعة. النوة اللي جاية هي اللي هيكون فيها المطر شديد، لكن النوة دي بيشتركوا هي والنوة اللي جاية في ان الهواء شديد جدا، الرياح عالية وسريعة وموج البحر عالي، قصدي سرعتها عالية وشديدة جدا. وشكل المكان بوريهولكم في الوقت اللي كان فيه مطر والوقت اللي فيه الشمس طالعة. وكده أكون أخدتكم جولة طول ما احنا ماشيين بنتكلم عن البحر وذكره في القرآن في البحار. طبعا في أكتر من كده بكتير، بس علشان الفيديو ما يطولش معانا أسيبكم في أمان الله. مع السلامة.